الهجرة النبوية. الهجرة النبوية هي حدث تاريخي وذكرى ذات مكانة عند المسلمين، ونقصد بها هجرة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى يثرب، والتي سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة. وذلك بسبب ما كانوا يلاقونه من إيذاء من زعماء قريش، خاصة بعد وفاة أبي طالب. وكانت في عام 1 هجري الموافق ل 622 ميلادي، وتم اتخاذ الهجرة النبوية بداية للتقويم الهجري بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب بعد استشارته بقية الصحابة في زمن خلافته. واستمرت هجرة من يدخل في الإسلام إلى المدينة المنورة، حيث كانت الهجرة إلى المدينة واجبة على المسلمين، ونزلت الكثير من الآيات تحث المسلمين على الهجرة. وقد ظل الرسول الأكرم بمكة ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر. وكان أبو بكر الصديق يستأذنه بالخروج إلى المدينة المنورة، ولكن كان يقول له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. عندها تمنى أبو بكر أن يكون النبي صاحبه. لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أضاء منها كل
كان الأنصار يخرجون كل يوم إلى الحجة ينتظرون الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم 12 ربيع الأول خرجوا على عادتهم، فلما حمي الشمس رجعوا. فصعد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة فرأى النبي محمد وأصحابه فقال: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فثار الأنصار إلى السلاح ليستقبلوا النبي. أما خط سيره صلى الله عليه وسلم فقد غادر من مكة ومكث 3 أيام في غار ثور بالقرب من مكة، ثم غادر جبل ثور متجها إلى منطقة يثرب، ثم وصل إلى قباء بالقرب من المدينة المنورة ومكث فيها عدة أيام. وأخيراً وصل الرسول الأكرم إلى المدينة. كان الرسول الأكرم قد أمر بالتأريخ بعد قدومه إلى يثرب، وقد حدث هذا التأريخ منذ العام الأول للهجرة. فقد كان النبي يرسل الكتب إلى الملوك والأمراء ورؤساء القبائل المختلفة بتاريخ الهجرة. وفي السنة 17 هجري اعتمد الخليفة عمر بن الخطاب التأريخ بداية من غرة شهر محرم من العام الأول للهجرة النبوية. ومما ذكر في سبب اعتماد عمر للتأريخ أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه يأتين منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الناس فقال بعضهم: أرخ بالمبعث، وبعضهم: أرخ بالهجرة. فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها.